يركنوه على جهة ولا يدخلوه للحبس، يعني ملك من الملائكة يا عباد الله. ولذلك الآن ما بقاش بقاء النظام ضروري، هذه وحدة. الأمر الثاني والمهم يا عباد الله، النظام واش رايقول؟ رايقول هاد الشباب راهم يخرجوا وغادي يخربوا، راكم تشوفوا. ورقلة يا جماعة، ورقلة هي حجة على النظام اللي راه يقول الشباب يكسر ويفسد. ورقلة حجة للشباب، لصالح الشباب انهم عمرهم ما غادي يكسروا. ثم جات ورقة الغواط يا عباد الله، كانت وقفة اللي ربما احسن تنظيم، فنبينوا واكدوا انهم سلميين. ثم جات وقفة واتسوب اللي دعوا لها التنسيقية الوطنية للبطالين، وكان الاخ رشيد عوين اللي راه معنا اليوم حاضر، وهو اللي دعا لها وقال بان هذه الوقفة نديروها ونقولوا بان الشعب يريد دولة القانون. يا عباد الله، هذه هي اللي تعلقت في واتسوب، هذه هي الشعار هو. اذا هذه وين باغي نوصلوا الرسالة. الجزائر وحدة، لا شمال ولا جنوب، لا شرق ولا غرب، الجزائر واحدة موحدة. ولاد الجنوب جاتهم الفرصة باه يعبروا، داروا لهم تهم الانفصال وتهم بالله عليكم الحدود دورتوها احتجاجات، وهذا البروباغندا اللي هي واقعة. اذا احنا نقولوا بان شباب الجنوب هما اللي علمونا، يعني بكل افتخار وبكل عز علمونا كيفاش نحتجوا الاحتجاج السلمي. وهذا اليوم عليهم وغدوة علينا، ومن غد على في مكان اخر، وان شاء الله تجي يوم العاصمة ان شاء الله. ان شاء الله. اذا احنا اليوم الاصل تاع الوقفة تاعنا جينا نعبروا على اساس ان هذا ياسين باباه مخطوف وهو هدوه بالخطف. اذا اللعبة المفضلة تاع النظام هذا هي الاختطاف. اذا احنا اليوم جينا باش نقولوا ستوب، يكفي، كفايه كما قال لك بزاف الاختطافات. اليوم غنديروا له الوشايه الكاذبه، وغدوه ان شاء الله باذن الله ما يجرؤ حتى واحد من هاد الناس اللي يتعاملوا مع النظام ولا الناس تاع النظام انفسهم يجي يقول لي تحبس ولا نعطيك حبه في الراس، تحبس ولا نخطفك. اذا احنا رانا واقفين باش نقولوا للناس ستوب من كل الممارسات اللا قانونيه. يا عباد الله، الوضع اللي لحقنا له الان والله غير ما يتطلب اننا نبرهن عليه برهان كبير. شكون اللي يجي يقول لي يا جماعه الخميس السيمانه اللي فاتت مجلس قضاء العاصمه ينسرق، مجلس قضاء العاصمه ينسرق. اذا هذا المجلس اللي ينسرق هذا شكون اللي راح حارس عليه؟ شكون اللي راح حارس على المجلس؟ وش سرقوا يا جماعه؟ سرقوا الملفات تاع الفساد يا عباد الله. يعني هذا اللي كان راقد لداخل قال لك خبطها برقده لداخل، اسمع لي قال لك خبطها لداخل في المجلس. والله مانيش عارف هذا الامن اللي راه واقف اليوم معانا واللي كان في العاصمه ذاك اليوم عطاونا طريحه تاع بصح وين كانوا. اذا المجلس ينسرق وسرقوا ملفات الفساد مع كل اسف. زين يامس ولا نسمعوا الصحف، نقراو في الصحف يقولوا بان مجلس قضاء وهران ايضا حرقوه. العجب والله رانا في دولة ميكي يا خوتنا، نفس الملفات تاع الفساد يا عباد الله. ماشي باينه، ماشي راه يتبعبع يا عباد الله. هذا النظام صاي فلس. ولذلك على الشباب اللي راهم يطالبوا، الشباب هذو اللي راهم يطالبوا، الشباب اللي راه يطالب بالحقوق وبالعدالة وبالخبزة يا عباد الله، هذه مطالب شرعية. لأنه علاه الناس المختصين واش يقول لك؟ المطالب الاجتماعية سببها إفلاس سياسي. المطالب الاجتماعية وسببها هو الإفلاس السياسي. إذا المنظومة السياسية يا عباد الله راهي فالسة وصبحت
مش تجيب لها يعني لو كان تجيب نبي والله ما يصلح هذا النظام. اذا ماذا نقول النظام؟ نقول له يكفي بركات بالحقرة بركات بالحقرة بركات من سرقة المليارات بركات من سرقة المليارات